بسم الله ما شاء الله. دي التلاجة اللونج لايف 500 لتر. 500 لتر مش ال 650، ده الحجم المكافئ ملناش دعوة بيه. دي ال 500 لتر رقم الموديل اهو. تمام. طبعا انفرتر موفرة للكهرباء، علامة الايه هنا تبقى موفرة للكهرباء. كل ما نزلنا لتحت كل ما كانت المنتج بيستهلك طاقة اعلى. يبقى دي الانتاج الحربي اللونج لايف ال 500 لتر من مصانع حلوان 360. التلاجة دي مستوردة مش مصرية، باورد باي هايسنس. تمام. كل منتجات الانتاج الحربي حاليا وقديما هي هايسنس اصلا. تمام. ده الشكل بتاعها من الداخل. ده الفريزر طبعا كبير، بسم الله ما شاء الله. فريزر محترم جدا، يوفر عليك فريزر بمساحة مثلا نتكلم في 150 لتر فريزر بس، وممكن اكتر على فكرة، بس انا خلينا بالتقريب ده في حجم الافق 150 لتر. دي الكابينة من تحت. تمام. ده الجزء المخصص للديسبنسر، بتملي منه ميه. تمام. للحنفية اللي بره، الديسبنسر اللي بره. وده الحجم من الداخل بالنسبة للتخزين او التبريد. بالدرج اللي تحت. تلاجة كويسة جدا، سعرها 19450 بتاريخ النهاردة اللي هو 11/5/2023. التلاجة اللونج لايف انتاج حربي. طب انا في اسكندرية، تمام، انت حضرتك محتاجها، هتروح فين؟ تروح اي منفذ بيع لمصانع حلوان 360. تمام. هتكتب في جوجل هيطلع لك المنافذ بارقام تليفونات المنافذ، تسأل لو كانت متوفرة او لا، وموجودة عند تجار كتير حاليا. كله بيلجأ لها لانها النهارده في الفئة السعرية دي، فهي اقل من تلاجات كتير 12 قدم و13 قدم مثلا بتاعة توشيبا. موديل 40 النهارده اغلى منها، اللي هي اصغر منها تقريبا نصها. فهي النهارده الاختيار الامثل بالنسبه للتلاجات بصراحه. يعني انا لو بشتري فهي اختيار مميز جدا. ضمانها كام؟ ضمانها 5 سنين من الشركه المصنعه طبعا. سعرها تاني 19450 بتاريخ النهارده 11/5/2023. تلاجة كويسة واعتمادية ولا لأ؟ كويسة واعتمادية جدا. نفس التلاجة دي موجودة في توكيلات تانية زي ال جي مثلا. تمام. تلاجة محترمة. تلاجة انت بتشتري قيمة مقابل سعر. النهاردة في الأيام اللي احنا فيها دي التلاجات النهاردة بتتكلم في أسعار خزعبلية. يعني يونيون اير اللي ملهاش سعر بقى لها سعر 15 و16. توشيبا مفيش حاجة ب22 18 وانت طالع، يعني أصغر مقاس ب18 وانت طالع، بنتكلم في فرق أسعار مهول. فريشات برضو، الفريش النهاردة بقت فئة تجار المخدرات خلاص، ما بقتش تلاجة اقتصادية. ما بقولكش اشتريها، بس بقولك ده اختيار كويس جدا في الأيام اللي احنا فيها دي. تمام. بكارتة او بكارتة ديسبنسر. طبعا موتور انفرتر يعني برضو موفر للكهرباء. وشكرا لحضراتكم جدا.